بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس في صحة جيدة، ان شاء الله يا ربي تكونوا هانيين ومتهنين. جيتكم اليوم البنات بوصفة الكروكي جد سهلة والبسيطة، ويجي خفيف ويجي هشيش وبأبسط كما قلت لكم وبمواد جد 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 بسيطة متوفرين يعني في كل بيت. فقط راح نديروه بالكاس زيت وكاس سكر، ولا عندنا 4 حبات البيض كما كنتو في البنات. هذه البنات المقادير. واش عندنا هنا البنات؟ هكا البنات نبداو هنايا البنات تحضير الكروكي تاعنا كما قلت لكم ابسط مما يكون. عندي هنا 4 حبات البيض. نجي هنا البنات نخلطهم مليح بالباطير، ندخل مليح لهذاك البيض في بعضاه. بسم الله. شوفوا البنات غير طلعتهم شويه برك، نجيب هنايا السكر ونحط غير بشويه ونخلط. نضيف له هنايا قشور تاع الليمون. انا هنا ديما الكروكي تاعي نحب نعطرو ديما بالقشور الليمون ولا قشور البرتقال، انت واش عندك باش نحيو ديك الزنخه هذيك تاع البيض. عندي هنايا لافاني حوالي ملعقه، عندي رشه خفيفه تاع الملح، ونخلط وندخل هذيك اللافاني مع القشور. هنا البنات عندي الزيت، هنا البنات الزيت نضيفه غير بشويه بالتدريج، ونبقى نخلط ما نحبسش الباطير بالطريقه هذه. اسهل منه ما فيش البنات، يعني بالواقفه 5 دقائق يعني 10 انتي خلصتيه. شوفوا البنات هذيك القشور تاع الليمون وهذيك الريحه طالعه يعني ما شاء الله بالطريقه هذه. هنا عندي البنات 3 ملاعق تاع نشا هكا بيجينا الكروكي تاعنا خفيف. شوفوا بالطريقه هذه يجينا خفيف وطري. جربوها البنات يعني في وقفه تخلصوه. هنا عندي 2 كيس تاع الخميره الكيميائيه. نجيب غير الفوي وندخل مليح هذاك النشا مع الخميره ونشيكو بالفرينه. قولوا لي يا البنات اسكو يعني سهله. خلطنا كلش بالوقفه. 4 حبات تاع البيض وانتي درتي سنوه تاع كروكي. عندي هنا الكاس الاول البنات، نضيف الكاس الثاني. هذا الكاس الثاني هنا البنات خلط الفرينه هكا فقط، نخلطو غير بشويه. نبقى هنا البنات نلم العجينه تاعي ونرجع لكم. بهذه الطريقه البنات بعد ما طرحت الكروكي تاعنا كما راكم تشوفوا بطريقه يعني تقليديه تاعنا تاع زمان. هنا جبت البيضه خلطتها فقط قطرات في القهوه الطايبه، كما تقدروا تحطوا ثاني كاكاو، وجبت يعني بالفرشيطه ودرت هذه الاشكال هكذا بالطريقه هذه. ديروا البنات هذه الاشكال ومن بعد ندهنوا بالبيض كما راكم تشوفوا هكذا. ندهنوا كامل الكروكي تاعنا. سهل سهل جدا يعني. كروكي تاعنا تاع زمان فقط ب4 بيضات وانتي درتي كميه لاباس بها. البنات مده الطياب تاعو حوالي نصف ساعه على 180 درجه. ندخلوه يطيب من تحت. كي نشوفوه طاب نشعلوا له من الفوق يحمر يدي ديك التحميره. هنا البنات كنجيو نقسموه. كاين يعني اللي تحب طيبو على الجوانب تاعو فيدي ديك التحميره هذيك، كما كاين يقدر اللي يحب ياكلو هكاك يعني لكم الاختيار. تضيفوا من الفوق تاني فتائل تاع الشوكولا ولا تاع الحلوى ديك الملونه، تقدروا تضيفوا تاني كاوكاو مكسرات. البنات ندخلوا الفور تاعي يطيب كما قلت لكم على 180 درجه. مده الطياب تاعو حوالي نصف ساعه. هنا البنات بعد ما طاب الكروكي تاعنا كما راكم تشوفوا دا ديك التحميره يعني جا
جاي يهبل البنات. شوفوا كيف الطريقه هذه هكا، شوفوا كيف يجي، يعني يجي روعه. هنا البنات قسمتو، هنا البنات اللي تحب تحمروا على الجهتين تقدر تحمروا، انا هنايا حنفضل يعني نخليه هكا. شوفوا البنات بالطريقه هذه صدقوني يعني يجي ما شاء الله يجي طري. شوفوا يجي طري، يجي خفيف هشيش روعه. شوفوا البنات الخفه اللي فيه. نتمنى يا ربي تعجبكم وصفتي تاع اليوم وتجربوها تنجحوا فيها. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.